ليه لما بتفرج على فيلم بالانجلش ما بفهموش؟ عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده مستر محمد from concept. والنهارده معانا قاعدة مهمة جدا، مش بس علشان تقدر تفهم انجلش كويس، لا كمان علشان تقدر تتكلم انجلش زيك زي الاجانب. ودي اكتر حاجة بتواجهك لما انت تيجي تتفرج على فيلم او اي حاجة بالانجلش ما بتقدرش تفهم برضه. هي حاجة اسمها linking. واللينكينج معناها ان انت كلمتين بيجوا ورا بعض، وقت ما تلاقيهم لازم تنطقهم كانهم كلمة واحدة. ده بيكون موجود عندك بالظبط في 3 مواضع وانت بتتكلم. اول حاجة كلمة زي كلمة black، لو جيت بعديها كلمة زي كلمة coffee، لو نطقتهم مع بعض هقول ايه؟ black coffee، black coffee. بالظبط. هنا انت ما جيتش قلت لي black coffee، انت قلت black coffee. نطقت الاتنين مع بعض كأنهم كي واحدة بس. طيب هنا كلمة black منتهية بحرف او صوت consonant، كلمة coffee بتبدأ بصوت consonant او ساكن، فلو لقيت الاتنين نفس الصوت بنطقهم كأنهم صوت واحد بس. برضو لو جيت قلت لك كلمة some من، هنا حد هيقول لي مستر كلمة some آخرها إي، لكن ركز أنا قلت لك صوت consonant. إيه آخر صوت في كلمة some؟ M. من ما، فلما جيت دمجتهم مع بعض قلت some من، some من. فلو لقيت هنا الكلمة الأولى منتهية بصوت consonant والتانية بادئة بنفس الصوت الكونسونانت بننطقهم كأنهم صوت واحد. link them together. ده نفس الموضوع لو هما الاتنين مش زي بعض ولكن أصوات متقاربة، زي مثلا التي والدي، الاتنين مخارج الأصوات قريبة. نفس الموضوع اف في، نفس مكان الصوت ولكن الفرق في الفايبريشن. فهنا لو لقيت برضو نفس الموضوع بوقع الصوت الأول الموجود عندي. فلو جيت قلت كلمة زي كلمة bad وكلمة زي كلمة tempered، لو جيت دمجتهم مع بعض هتقولهم ايه؟ bad tempered، bad tempered. هنا نطقت الصوت التاني، فلو لقيت الصوتين شبه بعض بوقع الصوت الأول. وانت عرفت دلوقتي ان اول نوع من اللينكن عندنا وهو consonant وكونسونانت. لو الصوتين زي بعض بدمجهم وبنطقهم كأنهم صوت واحد، لكن لو الصوتين close او متقاربين لبعض بنطق الصوت التاني وبوقع الصوت الاول. كده انت عرفت اول نوع، لازم تمارس عليه كويس قوي قبل ما نروح للنوعين التانيين. That was Mr. Muhammad. See you ان شاء الله in the next video. Bye. كونسبت، اتعلم انجليزي صح.